السلام عليكم، انا سلوى، واليوم حلقه جديده من السيري اللي بدينا فين كنقراو مشاكل الناس وكنعطيوهم نصائح اللي هما طلبوها منا. ما نطولش عليكم ونبداو نشوف في الحلقه. واش انا غلطه حيت سولت صحابي على نكهات الكيكات العرس ديالهم؟ انا بنت 22 عام، عروضه العرس ديال صحابي مريم 25 عام وعمر 25 عام اللي غيتزوجوا شهرين دابا. كنت فرحانه بزاف لهاد العرس حيت غيكون فرصه باش نتجمعوا كاملين صحاب لافاك حيت عامين هادي ما شفنا بعضياتنا. وفوق هادشي مريم وعمر صحابي الروح بالروح، ولا هادشي اللي كنت كنظن. مريم وعمر دايرين جروب واتساب خاص بكاع داكشي ديال العرس وما يتعلق بالماكله الديكور باش ياخذوا الاراء ديالنا. كانوا مزيانين وكيجاوبوا على كاع الاسئله على الماكله اللي غتكون. داكشي علاش ما طاحش ليا في البال باللي سؤال غيدير مشكل. المهم هذه واحد 4 ايام صيفط ميساج في جروب وسولتهم ايوا شنو النكهه ديال الكيك. بغيت نوجد راسي نفسيا. دابا ملي كنفكر كيبان ليا بلي دوك الكلمات الزايده هما اللي داروا المشكل، ولكن كنت قاصده بلي انا معروف عليا ما كنحملش الشوكولات في الحلوى ولا لا كلاص. داكشي علاش قلتها زعما غير باش نعرف واش غتكون ديال الشوكولات. جاوبوني في ميساج خاص بلي الحلوى غتكون ديال الشوكولات، ولا كان عندي شي مشكل نمشي نعاودها لمخي حيت هذاك عرسهم ماشي عرسي. تصدمت بزاف من هذا الجواب. عمري ما قلت بلي غنتقلق ولا غندير فضيحه على قبل هذا الشيء، راه كيف قالت مريم هذاك عرسهم. شرحت ليها هذا الشيء وحاولت نعتذر الا كنت جرحتها، ولكن هي زادت تعصبات وبدات كتغوت عليا حيت زعما لمحت بلي هي مقلقه، وبقيت غير كنشوف ما فاهمه والو. خليت دازت يومين وحاولت نعتذر مره اخرى باش نصفي الخواطر. قلت ربما كانت غير في نهار خايب، ولكن قمعاتني مره اخرى وقالت لي ما محتاجاش لا الاعتذار ديالي حيت ما كاين والو، وبلي خاصني ننسى الموضوع. صيفط لعمر باش نفهم شنو واقع حيت ديما كنا كنهضروا بصراحه، ولكن قال لي بلي ما يقدرش يهضر معايا دابا، وكنظن بلي مريم هي اللي قالت ليه ما يهضرش معايا. دابا دازت يومين اخرى وباقي ما فاهمه والو. هادشي كامل خلاني نفكر ما نمشيش كاع للعرس. تمنيت تكون عمر يهضر معايا ومريم تكون صريحه. ما عرفت واش انا اللي ما فاهماش شحال صعيب التوجد ديال العرس، واش يمكن كاع الناس كيتشكاو ليهم وهادشي خرجوا فيا، ولا واش عيب تسول بحال هاد الاسئله. ما عرفتش. هذا اول عرس غادي نمشي ليه في حياتي. واش انا اللي غلطه؟ اول حاجه اسوء حاجه يديروها كوبل هي انهم يحلوا الباب ديال الاراء الناس البعادين، ماشي الناس القرابين بزاف بحال الوالدين اولا الخوت، في العرس ديالهم. هذه حاجه خايبه بزاف حيتاش اي واحد ما تعجبوش شي حاجه غادي ينوض يقول لك لا ما ديروش هذه ديروا هذه. كاين واحد الحاجه اللي ثانويه يعني كتكون شبعتي وساليتي، والاغلبيه الناس ما كياكلوهاش حتى كيكونوا صافي بلان في العراسات. يعني كنتي قادره دوزيها، كنتي قادره ما تاكليهاش، كنتي قادره تحطيها وصافي، او لا نتوما منتصرين لدرجه انكم كتهضروا على هذا الشيء عادي، او لا كما قلتي نتيا حتى هذاك احتمال انه الضغط ديال توجد العرس راه كبير بزاف، سيرتو في الشهور الاخرين قلتي بقى لهم شهرين، يعني مبقى والو. شهرين دغيا كدوز كطير. يمكن ستريس، يمكن الضغط، يمكن بزاف الناس كيتشكاو لهم من حاجه هذه، لا انا عندي حساسيه من هذه، انا عندي ما ديروش اللحم ديروا الدجاج، ما ديروش الدجاج ديروا الحوت، ديروا هذا، كتلعب شويه على الاعصاب. ويمكن كنتي انت ديك القطره اللي في يدات الكاس، ممكن خليها تكالما شويه، زيدي لها واحد السيمانه ولا مره اخرى اللي غادي تكونوا دايرين تخرجوا مع بعضياتكم الصحابات ولا شي حاجه فالتوجد ديال العرس. جريها للجنب، شرحي لها بالهنيه نتاعك ما كانتش خايبه، وخليها حتى هي تشرح السبب اللي خلاها تعامل هكاك. كنتمنى انه الامور تصلح بيناتكم وما تضيعش الصداقه اللي بيناتكم. وانا كنضر في لي كومونتير لقيت انه كاين واحد الابديت، واحد سيمي ابديت ديال العريس، كومونتير البوست ديال هاد السيده. غادي نقراوه جميع ونشوف شنو فيه. اهلا زينب، ما تفاجئتش فاش شفتك ما عاودتيش القصه كامله حيت عمرك ما ديريها، تماما بحال داكشي اللي وقع في حفله المفاجاه اللي درنا لمريم العام اللي فات. الخلاصه زينب هي اللي فرشات المفاجاه وحاولت تنسب الهديه ديالي ليها. انا هو عمر العريس، ما عنديش مع النميمه، ولكن صديق ديالي شاف هذا المنشور وكان واضح بزاف باللي هادي انتي. هاد القضيه ديال الكيك فعلا وقعت، ولكن راه ماشي القصه كامله، ما وقعتش كاع بداك الطريقه اللي كتدعيها زينب. اولا الحلوه ما كانش هي الشكوى الوحيده ديالك، رفضتي تعاوني صاحبتك في التوجاد ولكن كتشكي من كل شيء وكتعيبي لمريم كل شيء بلا سبب. اي قرار كناخذوه ضروري ما تلقاي فيه ما تعيبي، ومريم مسكينه كانت صابره معاك وبغات غير تلقى شي حل وسط. راه ماشي من حقك تبدل قرارات عرسها على قبلك. ثانيا عمرنا ما قلنا لك سيري عاودي لمخك. مريم صيفطت لك ميساج في الخاص غير حيت عيات من الصداع والمناقشات قدام كل شيء في الجروب. راه حتى الاخرين طالع عليهم الدم من التصرفات ديالك وما بغيناش نصدعوهم. راه غير كيكه هادي كليها ولا خليها. انت حاقده عليا من نهار دخلت لهاد المجموعه ديال الصحاب وهادشي شغلك، ولكن ما تخسريش لمريم نهارها الكبير على قبل التفاهات ديالك. الا كان كيهمك الامر ديالها احترمي القرارات ديالها. طبعا مريم تبدلات حيت كبرات في عقلها وحنا كاملين كبرنا الا انت. راه عندك 22 عام، بركه من التصرفات ديال المراهقين والفشوش. راه كي كتشكرك ما غتقتلكش. وبالمناسبه انا عندي 26 عام ماشي 25 عام، ركزي شويه. ما كنتش معصب حتى وصلت مشيتي للانترنت كتقلب على الشفقه، وهذا الشيء راه كيبين باللي ما نضجاش وباللي كتقطعي في القلب.
وللعلم مريم قرات هذا الرد ديالي وافقت عليه، عاد صيفطو جمعي راسك شويه. كتقول بلي راه قله نضج وتفاهه مني حيت حطيت مشكل بلا سميات باش ناخذ نصيحه، ولكن انك تجي لهنا وتبدا تفرقع الرمانه وتكتب سميتي الحقيقيه، هادشي زعما شنو هو النضج؟ مادام ما بقيناش نخبيو ونفرشوا كلشي. واصلا باش عرفت بلي مريم ما وافقتش على هاد الهضره حيت هي عمرها ما ترضى تحط سميتي الحقيقيه قدام الناس كاملين. انت باغي غير تشعلها بيني وبينها وصافي. هي اعز صديقه عندي وكان خاصني نعرف بلي غدير هادشي، ديما كتحاول تلعب بينا باش نتقاتلوا. المثال الواضح هو ملي وجدت ليها عشا واعر غير انا وياها، وانت درتي ليها حفله مفاجئه في نص النهار. كنت باغيه غير ندوز شويه الوقت مع صاحبتي الروح بالروح، ولكن انت ما قدرتيش تصبر حتى نهار اخر. مريم كتعرفني مش حال هادي قبل منك بزاف، بلا ما نكذبوا على بعضياتنا انا عارفاها اكثر منك، ولكن كنت كنسد فمي حيت كنبغيها وبغياها غير تكون فرحانه. كتقول بلي كنشكي من كلشي وعلاش عمري ما دويت على دوك المئات ديال المرات اللي خليتي فيها مريم تلغي الخروجات ديالنا غير باش تخرج معاك. كنت باغيه صاحبتي تدوز معايا شويه الوقت، ما بقاش مسموح لينا نباتوا مع بعضياتنا حيت ما كترتاحش، ولا نسافروا في الويكاند حيت غالي بزاف. اسمح لي حيت ما قادرش توفر ليها شنو بغات، راه كاين اللي كيقدر يخلص الكرا ديالو بلا مشكل. بين القضيه باللي ما عمرها كانت على قبل الكيكه، وانما حيت انت حقد عليا. انا تقبلتك ملي دخلتي للجروب، ولكن انت اللي ما كنتيش حامل صداقه اللي بيني وبين مريم، وهذا الشيء نيت كديروا مع صحابها الاخرين اللي متاكده بلي غيوافقوني الراي. سير قلب لك على حياه وبعد من حياتي انا. وراه بداو كيتعالوا بشي الفاظ اللي ما مرتاحاش نحطهم في القناه، ولكن الخلاصه هي انهم حطوا العروسه مريم في واحد الموقف اللي خايب بزاف، انها تختار ما بين صاحبتها الروح بالروح ما بين راجلها. واحد الحاجه اللي كنشوفوها بزاف هي هذه دائما، على الاقل نكونوا كنعرفوا وحده اللي كتقول لها هذه الهضره: صاحبتي غير تزوجت بدلات عليا. للاسف هكا غادي الدنيا، ما يمكنش انت صاحبتك اللي كنتوا بجوجكم سيليباتير واحد الوقت، كنتوا كتقراو جميع واخا كنتوا كتعرفوا بعضياتكم مده طويله، فاش غادي تزوج ودير حياتها غادي تبقاو في نفس المنوال، غادي تبقاو تخرجوا كل ويكاند، تمشيو تساراو وتسافروا الى قنطوا، تقدروا تمشيو تسافروا مع بعضياتكم، دوزوا ويكاند في شي بلاصه وترجعوا. للاسف الحياه كتبدل لكلها، سورتو انه فاش كتكوني انت باقا عاد سيليباتير وهي كتزوج كتحسي بها اكثر من انه فاش كتكونوا بجوج بكم مزوجين. بجوج بكم كتفهموا المسؤوليات ديال الزواج كي دايره. القضيه ديال انه المراه كتبدل فاش كتزوج، ماشي حيتاش هي بغات تبدل، ولكن المسؤوليات كيكثروا. هذه حاجه خاص نتفهموها. بالنسبه لزين غادي نخليوها على جنب. وفي نفس الوقت عاوتاني عمر، اول حاجه ما كانش خاصك تجاوبها نهائيا، كان خاصك توري البوست لمرتك وتقول لها ها شنو كاين ها شنو كاين، ها انت قرايه، ومن تما تعيطوا لها تجي وتهضروا معها فاس. اما بقيتو كتعاطاو في لي كومونتير، الوحيد اللي خسران في هذا الشيء كامل هي المراه، هي مريم. علاش بقيتي كتعاطى معاها؟ انت قلتي هي ما قلتي، وبجوج بكم كتقولوا نفس الحاجه. راه انا كنعرفها اكثر منك وعارف شنو بغات، بينما هي اللي خاص تدخل في هذا الشيء. ما عرفتش واش اصلا عارفه بالله راكم كتعاطاو في لي كومونتير، واش وريتي لها اصلا ولا جاوبتي من عندك، الله اعلم، كندخلوش في النيات. الحاجه اللي كان خاصك دير هي انك توريه لها، تقول لها ها شنو، ها صاحبتك شنو دارت، يا اما تخليها هي تعالج المشكل حيت الصحابات مع بعضياتهم وانت تبقى بعيد. حيتاش في البوست الاول ما ذكرتكش انت، ما زبلاتش فيك انت، قالت غا هي السيتوياسيون شنو هي، واش انا اللي غلطه. ولكن دابا من هنا يجلسوا الصحابات مع بعضياتهم، تفهمها مريم انه هي تبدلت، ولكن حيتاش الزواج عنده مسؤوليه ديالو، والتوجيهات ديال العرس عنده مسؤوليه كبر. عاوتاني تفهمها غير من حيتاش ما بقاوش كيتلاقاو بزاف، ما بقاوش كيسافروا مع بعضياتهم بزاف، ما كيعنيش انه ما بقاوش صحابات. كل ما تشرح لها هذا الشيء، شرح لها بالله راجلها خط احمر ما توصلوش، كيما غتشرح راجلها بالله صاحبتها خط احمر. الا كانت باغيه تخليهم بجوج في حياتها، الا شافت بالله صداقه بينها وبين زين وصافي سالات، ماشي مشكل. حتى الفراق نتاع الصحابات كيضر، ولكن شي مرات كيكون محتوم. نتمنى انه السيتوياسيون تحل بالعقل، تكالما شويه موراها عاودوا هضروا. وكنتمنى انه الصداقه بينها وبين صاحبتها ما تمشيش هكاك، حيت باين بالله عززت على بعضياتهم. كنتمنى انها ما تساليش، وكنتمنى انه تبرد الامور نسبيا بين العريس وما بين زينب، باش يقدروا يخليو اهم شخص ليهم اللي هي مريم تكون مرتاحه، ما تحش راسها بالله هاد المات واحد فيهم. وندوزو القصه الثانيه: واش يمكن لك تطلب من شي حد ينقص الوزن على قبل العرس ديالك؟ صاحبتي 33 عام، خدامه مدربه رياضيه، كوتش، وخطيبها كوتش بحالها. انا كنعرفها ملي كان عندنا 5 سنين. انا ماشي كوتش، والقياس ديالي في الحوايج هو 42، يعني ماشي غليظه بزاف، ولكن باين فيها الغلط. انا عاجبني راسي ومرتاحه مع راسي، وحتى الطبيب ديالي كيقول لي صحتي مزيانه. المهم هاد ليله عيطات لي باش تعطيني احسن خبر، قالت لي بلي هي وخطيبها كيوجدوا لي واحد البرنامج ديال لونطريمون الماكله واعر، جاب لهم الله بلي الا نقصت 11 حتى 15 كيلو التصاور ديال العرس غادي يجيو متناسقين اكثر. اش كديري هاد البنت؟
كنت فرحانه وطايره بالفرحه بحال اللي كدير فيا شي خير كبير. انا من كثره الصدمه ما عرفت ما نقول، قطعت عليها وما عاودتش جاوبتها. بقيت مبنجه، ماشي قضيه ديال انني ديما كنشكي من الوزن ديالي وعاد دابا جيت نتقلق ملي بغاو يعاونوني. عمري ما طلبت المساعده وعمري قلت باغا نضعف، هما غير من راسهم قرروا يعاونوني. باينه بلي غنرفض العرض ديالها، ودابا حتى نمشي للعرس ما بقيتش عارفه واش غنمشي كاع. كيفاش شي حد يقدر يفكر بلي هادشي اللي داروه عادي؟ صراحه ما عرفتش كاع كيفاش نقدر نهضر معاها في هذا الموضوع. كنحس بلي خطيبها هو اللي مور هاد الفكره اكثر منها هي. عندنا واحد الابديت، ما توقعتش هذا المنشور يدير ضجه كبيره هكا حتى اضطريت نمسحو حيت العائله ديال صاحبتي شافوه وكبر الموضوع، والناس باش يهضروا معاها يقولوا لها شنو كديري الشريفه. صراحه ما كانش هذا هو القصد ديالي، وبقى فيا الحال شويه، ولكن اللي كيلعب بالعافيه كتحرقه. المهم هضرت انا وياها هضره طويله، اعترفت بلي السبب الحقيقي اللي خلاها دير هكا هو انها كتبغى تصورني قبل في تصاور الخطوبه ديالي وبعد في تصاور العرس ديالها، باش دير اشهار باللي حولت ام ديال ام رشيقه. وانا مور 3 ديال الولادات العضلات ديال كرشي تبدلوا، هي كانت باغا تصلحهم. اعترفت باللي كانت انانيه الحمد لله، وعارفه باللي كنت طلبتها مني نيشان غنرفض. داكشي علاش قدمت لي هذا العرض بهذه الطريقه باش زعما دير فيا خير. يعني صحتي ما كانت همها في والو، اعترفت بهذا الشيء شحال من مره. اما الخطيب ديالها ما كانش هو اللي مورا الفكره، ولكن دابا طال عليه الدم حيت ما بغيتش ندير هذا الشيء على قبل خطيبته. سمعته في الخلفيه ملي كنت كنهضر معاها كيقول قولي لها اي وحده كتلبس اكثر من قياس 34. اي والله كمل عليها بخير مع هذا الراجل اللي لقات. هذا هو المشكل، فاش كنختار واحد لا بيرسون اننا نكملوا معها حياتنا كامله، واخا ما كنكونوش عارفين، ولكن الصفات ديالهم كنوليو بحالهم مع الوقت. من الاحسن اننا نختاروا شي واحد اللي الصفات ديالو زوينه، رحيم بالناس، كيعطي الناس، طيب ولا طيبه، كريم ولا كريمه، حنين ولا حنينه، الى اخره. دابا بحال هذا بما انهم بجوج بهم كوتش، كما قلتي انت صاحبتك ملي كان عندك 50 واول مره كدير شي حاجه بحال هذه، يعني ما كانش هكا. يعني هذا راه الطباع ديال شي ناس كيطبعوا فيها. المهم هضرنا، قررت غنمشي للعرس كضيفه عاديه. عائلتي غيبقاو في الدار، هي حاسه بالذنب، ولكن حنا صحابات هذه 30 عام، ما غنسافرش نعاون في الحنه كيف كنت غندير هذه شحال. هذا الموقف خلاني نشوف علاقتنا بمنظور اخر عادي. هي بعدت عليا مني بدات علاقتها مع خطيبها، ما رديتش البال باللي بدات كتاخذ حتى الافكار ديالو المسمومه على الناس اللي ما كتضعفش. ما عرفتش شنو غيوقع في علاقتنا من بعد، ولكن غنمشي غير باش نساندها في نهارها الكبير بلا ما نكون داخله في كاع التفاصيل. العلاقه ديالكم تبدلات، هذه حاجه اكيد. ما تقدرش واحد الحاجه كبيره بديك الدرجه اللي قالت غادي تنسايها بين الليله والغد ليه. ما عدا الا رجعت التصرفات ديالها، ما عدا الا فكرات مزيان شنو كتقول، شنو الصفات اللي كتاخذهم من الشريك ديال حياتها. سينو الا ما دارتش هادشي كامل، ما للاسف اخرتها كل واحده فيكم غادي تشد الطريق ديالها. هي حاجه كتضر في الخاطر، ولكن هكا الدنيا.